السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من يوميات غدا وندى. النهاردة هنعمل الجلاش بالبسطرمة. معايا طماطم وفلفل أخضر وزيتون شرايح، ومعايا بيضة عليها فلفل وملح، ذرة ملح صغيرة. هحط شوية من البيض على الزيتون والفلفل والطماطم وأقلبهم. ده هنبقى نحطه في الحشو وهنحطهم بس على جنب دلوقتي. تمام. والموتزاريلا زي ما قلت لكم تبقى مفكوكة، ما تحطهاش مجمدة. هحط شوية من الموتزاريلا على الزيتون والطماطم والفلفل واقلبهم زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى سمنة، معلقتين سمنة كبار على زيت، وهسيحهم كده واروح دهنة بيهم الصينية من الجناب ومن الحروف، وابتدي ارص بقى ورق الجلاش. وياريت بقى تجيبي جلاش نوع كويس او تكوني مجرباه نوع يكون كويس. وزي ما قلت لكم بنقطع الطماطم والفلفل زي ما قلت لكم تقطيعه كده صغيره، تدي حشو وطراوه طعم تحفه. طبعا انا بحط الجلاشه، ورقه الجلاشه على قد الصينيه. المره دي تنيت من الشمال، الناحيه التانية من اليمين، وبين كل طبقتين كده جلاش ادهن بالسمنه، سمنه وزيت. سمنه بقى عندك زبده، عندك سمنه عاديه، يعني اللي متوافر، بس يا ريت سمنه وزيت عشان يدي طراوه. زي ما انتوا شايفين اهو، بتني مره من اليمين ومره من الشمال. تمام. وبعد كده ابتدي بقى احط الورقه دي بالنص من الطرفين، ودي البسطرمه. طبعا الحشو ده بتاعك، عايزه تحطي بقى فراخ زي ما بنعملها باللحمه، سجق، اللي انتي بتبقي حباه. انا عملت قبل كده معاكم المكرونه بالسجق والبسطرمه. برص كده البسطرمه في قاع الصينيه على ورقه الجلاش. بس عايزه اقول لكم اقسم بالله طعمها خطير جدا، لو عملتيها كده مش هتعملي اللي باللحمه خالص. وجربوها وشوفوا، يعني بقول لكم كلام صدق ولا لا. هقطع بقى كده البسطرمه واحط بقى ايه الحشو اللي احنا عاملينه بقى، الموتزاريلا بالزيتون بالبيض. سبت شويه بيض عشان احطهم بردك على الوش، وهبتدي بقى اوزع زي ما انتوا شايفين كده. اوزع الطماطم والفلفل والزيتون والبيض والموتزاريلا. بحرك الصينيه لان البيض امشيه في كل حته في الصينيه يعني. وسايبه بقى جنبين صغنطتين كده، اللي هو قفلت على الحشو عشان ما يقعش، وبرضك هقفله تاني. هوريكم دلوقتي ازاي. بعدك رجعت تاني اقسم هنا وهنا كده ودهنتها، وابتدي احط ورقه بقى ان انا ايه اخدها. شايفين ازاي؟ زي ما كنا بنعملها في صينيه الجلاش، ان انا ايه من الجنبين تبقى مقفوله، الحشو ما يطلعش بره ما ينشفش. واللي بعد كده احطها في النص عادي، وبعد كده اقفل بالاخيره. وهنحطها بقى في فرن سخن. اول ما تاخد تشميعه من تحت نبتدي بقى نحط ايه بقيه الموزاريلا على الوش. عندك رومي حطي رومي حسب الجبن اللي عندك، ما تقيديش نفسك يعني. مفيش موتزاريلا خالص مش مشكله، بالعكس والله ممكن من غير موتزاريلا بتبقى طعمها جامد جدا، بيبقى طعم البسطرمه واضح قوي كمان فيها. اديني قفلتها زي ما انتوا شايفين اهو، وابتديت بقى اقطع ايه. تقطعيها بردك حسب ما انت عايزه، سمبوكسات، عايزه مربعه زي ما انا بعملها كده، صغنطوطه بحبها كده يعني، مش صغيره قوي يعني. وهيكون بردك محضره معايا شويه لبن على شويه البيض بقى اللي انا سبتهم دول في الاخر. دول هدهم بيهم بردك وش الصينيه عشان بيدي طراوه للجلاش جامد جدا. تمام. انا كده قطعتها خلاص، وهجيب بقى البيض عليه اللبن مقلباه، شويه البيض اللي اتبقوا صغيرين يعني. هدهن سمنه على الوش، بقيه السمنه والزيت بقى اللي معايا، لو حتى اقل من دول مش مشكله يعني. ده شويه البيض زي ما انتوا شايفين اهو. هحط عليهم شويه اللبن واروح حطهم في كل الصينيه، وبرضك امشي الصينيه يمين وشمال عشان اللبن ينزل ويتغلغل في كل الصينيه.
ابتدي بقى الموتزاريلا دي بقول لكم هحطها في الاخر مش دلوقتي. اهي شفتوها في الفرن، خدت تشميعة اهي، شايفه اللون اللي خدته، اتحمرت من تحت. اول ما ابتدت تاخد وش من فوق حطيت لها الموتزاريلا، وادي ايه لما خرجت سخنه كانت مولعه، فانا مكنتش عارفه اتعامل خالص ولا امسكها اصورها لكم كويس. طبعا انا قادره اصورها لكم كده عشان مش لامسه الجلاش، لكن هحاول على قد ما اقدر ان انا ايه اوريها لكم. بس والله سخنه جدا، وبوريكم ان هي هشه وطريه. اهم حاجه الطراوه دي كمان عشان الاطفال اللي يعرفوا ياكلوها. حاولت اطلع لكم من النص عشان اعرف امسكها وبرضك معرفتش. وقعت مني، بص بسطرمه بقت تقع. احط في الطبق. ادي تاني اهو، عايزه اوريها لكم بس طبعا شايفين البخار يعني. حاولت اطلع على قد ما اقدر. منظرها حكايه والطعم حكايتين تلاتة اربعة. جربوها بالطريقه دي مش هتندموا. ومتنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وهسيبكم في رعايه الله وامنه.